احكي لي شو ما كان، أنا جاهز. احكي لي بس. حكت معي حكي سراب وفاجأتني فيه، لهلا ما بنساه. الله يوفقك يا سراب على العمل. انت عن جد عم تحكي؟ ليش هي الشغله فيها مساحات؟ انا ما عم صدق، ما بعرف شو بدي اعمل. يعني والله ما بعرف. هي القصه بدها حدا كبير يحلها. انا وانت ما رح نقدر نعمل شيء. شو يعني اول شغله لازم تعمليها انك تنزلي الولد ما يضل بطنك كرمال ما تنفضحي. وقت اللي بدك تنزلي بدك يكون حدا كبير معك يقول لك شو تعملي شو تساوي. يعني انا والله ما بعرف. قولي يا رب الله ياخذني وخلاص يا رب. طيب قلتي له لعاصي؟ ليش انا عم شوفه لعاصي؟ لو قلت له شو بده يعمل والله ما يدري عياش ليطلب عدو وياه. وهيك سلام انتوا جيران والله بتخرب بيناتكم. طب فتحي بالحالة؟ لا ما حتوصل له. حتى لو بدي تهرب من البيت رح اهرب. عاصم؟ أنا لو ما عرفت إنه عاصي بالسجن ما كنت حكيت لك ولا كلمة. لأني روح أدرك أني سأبقى ألون حلمي تمني، فإني اخترت الصمت رحيلا إلى عشق من لا يرحل عني. أناديك إمي كمن لا يشاء، وأنت القريب كروحي لجسمي. بصراحة ما قدرت بعد عنك، والشي اللي صار لازم يتصلح. الشي اللي صار ما رح يتصلح منصور. انت طلقتني ومشي الحال، ولهون اذا سمحت لا عاد تجي، ما عاد بدي اشوفك. اسمعي وليك، إذا ظنك القصة بتخلص هيك بتكوني غلطانة كثير. اعطيني من الاخير شو بدك مني؟ هون بدنا نحكي، مو عيب؟ عيب اللي عم تعمله انت. اذا بتريد لجوا ما خرج نفوت فينا نحكي هون.
سناء 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 شو في؟ في إنكم عيلة واطية، عيلة حقيرة، عيلة وسخة، في إنه لازمكم ندبح كلكم واحد واحد. شو في؟ ولك اخرس ولك السلسان. أخوك زتني بالزبالة، دعس على راسي ومشي. أنا شو دخلني بيبي أخي؟ لك أخوك هو اللي وسخ شرفي، أخوك هو اللي حبل سراب وخلاها تهرب من البيت. لك أخوك هو اللي قتل أمي، وأنا مثل الحمار كنت مصدق وماشي وراه حتى وقت اللي حبيتك. كنت عم بتاكل من جوا، كنت عم موت مشانه، عم قول يا عياش عيب، هذا رفيق عمرك، لك هذا أخوك، ما بصير تدقه بظهره. بس هو كان كاسر ظهري، كان سافح شرفي. وأنا شو؟ قلت للأجدم، قلت للأجدم رحت وتجوزت. أنا شو دخلني؟ أنا حبيتك، أنا عشقتك. ما كنت بعرف أي شيء بهي الدنيا غير إنه بدي إياك، حتى تلو على الموت. شو دخلني بأهلي، بأخي، بأمي، هيك الله بده. أنا ما نقيت أهلي. أنت كل شيء، أنت كل شيء. أنا طول عمري ميتة، طول عمري ميتة. ليش شو عشت؟ والله مالي ذنب، والله مالي ذنب. وحياة الحب اللي حبيتك إياه، وحياة كل لحظة حلوة عشتها أنا وياك، بس لأشوفه لأخوك ولا أشرب من دمه، ولا أشرب من دمه. ما تتركني، مني. شاء الله الحقني، شاء الله لا بتقولك كنت ما بعرف شو ماما. خليكي لو سمحتي برا. لازم تريدي خليني برا. تريدي. يا الله يا رب دخيلك لا تمتحني ببنتي يا الله.
اهلين مسلم. خير عياش، شو في بينك وبين سناء؟ مش انت شو عرفها؟ اتصلت فيني يسرا وقالت لي انه اصواتكم موصله لبرا. وانت شو لك بالشغله؟ شو ما كان صاير؟ انت شو دخلك؟ شبك عياش، ليش هيك عم تحكي معي؟ اخي انا هيك بحكي، ما بدي حدا فيكم يدق بابي، ولا بدي اي حدا يذكرني بهذاك الواطي. واطي؟ مين؟ ومين في غيره؟ عاصي يا غشيم، عاصي. عاصي؟ انت هيك عم تحكي عنه؟ انا هيك منيح، انا هيك بدي احكي، انتوا بس حلوا عني، حلوا عني. فهميني منيح، هن جوز كلام رح اقول لك اياهم، وبعدين ما رح تشوفي خلتي. هات لنشوف. انت اشتغلتي هون مشان نشوف العز اللي اصحاب البيت عايشين فيه، وبعد ما شفت هي الشوفات والمناظر اجاني الالهام. ويا لطيف شو روقت. خير ان شاء الله. شو هالالهام اللي اجاك وخلاك تروق لهالدرجه؟ بنفوت وبنطلع، ما حدا بيحس علينا. شو هاد؟ انت شو عم تحكي؟ انا ما عم افهم عليك. اسمعيني، أكيد بهذا البيت في خزنة، والخزنة فيها مصاري، والمصاري بدها مين ياخدها، واللي بده ياخدها لازم يكون بحاجتها، وما حدا بحاجتها أكثر مني ومنك. فهمتي؟ لا أشرح لك كمان. لك انت جانن شي؟ انت صاير شي لعقلك؟ بدك تكون مجنون إذا ما بنعمل هيك. صاحب البيت معه مصاري متاكل النيران، ونحن قاعدين عم نشحت اللقمة وما عم نلاقي شغل. برافو منصور، برافو. انت لهلا قدران انك تفاجئني، ولك انت قدران تكون واطي وندل لهي الدرجه. كمان ما رح رد عليكي. شوفي، رح تنفذي اللي عم قلك لك عليه، ورح نعمل هي الخطة سوا، وبعدين بتخلصي مني بشكل نهائي. وبعد ما ننفذ الخطة بتصلك ورقة طلاقك، وغير هيك ما عندي. وانا مستحيل اعمل هيك شيء. انت رميت علي اليمين ومشي الحال، خلص. مزبوط، أنا رميت عليك يمين الطلاق بس كنت سكران. خليهم يطلقوكي مني لشوف. يلا. لك انت واحد ندل، انت ندل ندل ندل. من الأخير بتعرفي لي وين الخزنة، وإذا ما في خزنة بتعرفي لي وين بحط المصاري، بتقولي لي وينها، ومهمتك بس تفتحي لي الباب. خلاص الكلام اللي عندي، رح روح، ما في داعي تفصلي، بعرف الطريق لحالي. رجعوني عيني لأيام اللي راح، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمري ضاع
هدي تليني وارتاحي إذا شي بريحك. هات جيب لي بنتي، جيب لي بنتي. من وين؟ من وين؟ ما بعرف وينها. القصة لها فترة طويلة، قسما بالله إذا بشوفها بالشارع لا بعرفها ولا بتعرفني. تعبت منك ومن ذكرياتك، تعبت حتى من حياتي، تعبت والله تعبت. حقير، انت حقير. رجع لي بنتي، بنتي. تليني ارتاحي وريحيني وريح العالم مني. تليني بس قبل ما تقتليني لازم تعرفي انه انت السبب. انت السبب بكل شيء، انت السبب. موت. ايه بدي موت. اقتليني خلصيني بقى. اقتليني ريحيني. اوصيني ريحيني. اوصيني خلصيني. شو عم تعمل؟ شبك ايه وصال وين كانت هون؟ كانت بدها تقوص. ما في حدا. كان المسدس طفي التلفزيون. ايه خلاص طفي. ايه عم بصير فيي؟ معناها القصة كبيرة كتير. يا علي عليكي يا سناء، وضعها مو متحمل بنوب. طيب انت شو سمعتي بالضبط؟ يعني شو كان عم يقول لها؟ عم يحكي كلام كتير كبير، شي بخص الشرف والعرض يا مسلم. اوف لهالدرجة؟ طيب ليكي انا وقفتي مو حلوة هون، شو رايك تجيبي شنطتك ونطلع ونقعد بشي مكان وبنحكي؟ ماشي. فيها العافية. إن شاء الله بنخلص بقى منه وبنرتاح، كتير متضايقة منه. معك حق، أنا قلبي مو مطمن كمان. شو قصدك أمي؟ لازم نضل عم نسايره لحتى نخلص منه. خلص روحي قلعيه وخلصينا بقى. ما بقدر، إذا مسكته الشرطة رح يقول إنه كان عنا، ورح نعلق بسين وجيم. رح يسألونا إنه ليش كان عنا وما سلمناه. أنا قلت لك إنه ورطة، أنت ما صدقتيني. اللي صار. دكتورة مشان الله طمنيني، كيف بنتي؟ لحقنا البنت على آخر نفس. شو عاطية البنت يا مدام؟ دكتورة طيب من شو؟ والله ما عطيتها شيء، أنا بحافظ عليها كثير. شو عم تحكي؟ يا مدام البنت شربانة شي سبب لها تقرحات معدية خطيرة. تقرحات معدية؟ أم زهير الله لا يوفقك يا عم زهير، الله لا يوفقك. العمى عياش هيك عم يحكي مثلا؟ هلا ايه هو صوته ما كان كثير واضح، بس هذا اللي فهمته. ما هي هون المصيبة، أنا ما بعرف إنه عياش عنده أخت وهي هيك عملت. ما كل الحارة بتعرف إنه عياش عنده أخت وعم يدور عليها من زمان، بس آخر الشي يئس ما لقاها. بس كيف عرف إنه عاصي ورا القصة؟ ما بعرف. ما أنا كنت عم لومه ليش هيك عمل معي اليوم، بس بعد ما سمعت منك إيه والله معه حق. يعني معقول عاصي رفيقه وشريكه بكل شيء يطلع هو اللي عامل هيك؟ أنا مالي زعلانة غير على سناء. هاي المخلوقة ما لها حظ يا مسلم، ما بتخلص من القصة، بتجيها قصة أبشع. تقول رب العالمين كاتب عليها الشقة طول عمرها. بتعرفي هلا ما عاد فيني حاكي لعياش بنوب. وليش بقى؟ شو ليش؟ ما أنا محسوب على عاصي وهو كرهان كل شيء له علاقة بعاصي. شو العمل؟ ما بعرف، تربطت إيدي. هلا رح أترك الأمور لشوف وين بتصير. هلا يمينا منه، خلينا نمشي.
بسبب هالابن الحرام الواطي. عم تاخد دوا كتير قوي، عم يدوخها دوخ ما بتعود بتحس بالدنيا واللي فيها. مين اجا؟ ما بعرف. روح افتحي. ناصر، انت مين دلك على عنواننا؟ كيفك مرت عمي؟ مرت عمك؟ وإلك عين تجي كمان، شو بدك؟ بدي مرتي. ما رح تشوف ضفرة بعد اللي ساويته فينا وفيها وخليتنا على الحديدة. مزبوط، أنا سرقتك، بس يا مرت عمي أخذت المصاري واشتغلت فيهم وحياتك. اشتغلت فيهم وجايب لك اياهم هلا، هن نفسهم وفوقهم مربح وعلى آخر قرش. مضطر أعمل هيك. بتعرفي وضعي ووضع بنتك، مو بإيدي يا مرت عمي. وينما؟ عم زهير. ايوه. وعندك رجال جوا كمان؟ ايه، شو عليه؟ بعدي هيك. مين انت؟ انت اللي مين؟ انا ناصر. ما في غير ناصر واحد هون بالبيت، هو انا. والله كان لازم يا دكتور تعطيني رقمك من الأول، لأنه الحالة كل مالها صارت صعبة. طيب إن شاء الله بالسلامة يا دكتور، بالسلامة. الله معك. الحمد لله رد علي بالأخير. هذا الدكتور جاد؟ إيه الحمد لله. ايمتى جاي؟ بكرة إن الله رب، بكرة. دخلك بغيبتي عمل شيء، صار شيء؟ هلا اموره منيحه وليكن نايم الحمد لله. وصال الله يرضى عليكي، لازم نعطي بالنا مزبوط، لازم نضل مصحصحينها. اكيد عمو اكيد، شو هالحكي؟ امي الشبكي فيكي شي؟ لا ما فيني شي، بس امبارح ما نمت منيح. كأني بالليل سمعت عياط وناس عم تصرخ. عياط شو؟ أكيد هذا من تأثير الدواء اللي عم تاخديه. طيب انتي ليش ما نمتي منيح؟ خير أستاذ نزار، شافك مع بعضك، في شيء؟ لا ما في شيء، بس مظبط خطة للأيام الجاية وأنت رح تكون معي فيها. أنا خطأ؟ بذمتي ما فهمت عليك شيء. رح تفهم. أنت بالذات رح تكون معي بكل شيء يا أبو زياد. يا أستاذ نزار، أنت بتعرف إنه دائما أنا معك، واللي بتطلبه مني بنفذه، أنا تحت أمرك. وبصراحة أستاذ، أنا وصال حكيت لي على كل شيء، أنا ما بدي أحكي بهالسيرة. ناطر الدكتور جاد يجي، هو بيتصرف. ماشي. أبو زياد، أنا لازم لاقي بنتي، وأنت الوحيد اللي رح تقدر تلاقيها. أنا؟ إيه أنت. فكر بطريقة وأنا كمان رح أفكر. المهم إنه لازم نلاقيها بأسرع وقت. سمعني؟
سمعانك سمعانك. عملت لك كاسة لبن، هلا بتشربها بتهدى وبتروق. شلون بدي اهدى وشلون بدي روق؟ اذا كان هاد لا عم يهدى ولا عم يروق. احيانا بحس حالي اني كنت ميت وصحيت، ويا ريتني بقيت ميت وما صحيت. مشان الله حاج تحكي هالكلام، نحن ما صدقنا امتى رجعت لنا، والحمد لله عم بتطيب شوي شوي. يا دلال يا دلال، حاسس الدنيا عم تتغير بسرعة. حاسس انه هالدنيا مو إلنا، شو ما سوينا ما رح تكون هي الدنيا إلنا بنور. نحن متفقنا ما نحمل السلم بالعرض ونمشي هالمشوار خطوة بخطوة. مزبوط، بس هذا المشوار رح يكون صعب وطويل. قد ما كان صعب وطويل أنا معك، ما بتركك ولا لحظة. دلال، يا ريت كل الناس كانت مثلك يا دلال. وأنت يا ريت كل الرجال مثلك. يلا اشرب كاسة اللبن ونملك شوي. منيح اللي قدرت تجيب المسدس من عنده، ما لازم يضل معه أبداً، بخاف يأذي حاله فيه. خلصنا ميادة، أنا مسكر راسي من محاضرة اليوم. ليه؟ كتير تقيلة كانت. لا تقيلة ولا شيء، والدكتورة كتير فاهمة وعم توصل المعلومات بطريقة سلسة. يمكن لأني نعسانة ما بعرف. مرحبا. أهلا وسهلا. حضرتك ميادة؟ ايه. أنا اسمي صفاء، سنة أولى علم نفس. أهلا وسهلا. خير إلي لي، بقدر أخدمك بشيء؟ سألت عنك بالجامعة وقالوا لي إنك من الشاطرين. ايه مزبوط هيك بيقولوا. كلك ذوق. فإذا في مجال تعيريني محاضرات تبع السنة الأولى من عندك. إن شاء الله لاقي لك إياهم، بس بالعموم دور لك عليهم، إذا لقيتهم معلومة. شكراً كثير. أهلا وسهلا. طيب يعني شو صار معك؟ بشو؟ لا تغشمي حالك وليه؟ بالموضوع اللي حكينا فيه. ليك منصور، هذا الموضوع لا تتخيل انه بيوم من الايام ممكن يصير. لعندي لبقدم، ولهون ما تفكر انك تجي. ما بدي اشوف خلقتك، عم تفهم؟ حلو، كبران راسك. مين مكبر لك اياه؟ ليكون هذا اللي عم تشتغلي عنده. اذا بتريد ما تحكي عنه هيك، هذا اللي عم تسبه طفره وبتقلك. حلو حلو حلو، كأنه فهمت شي. شو عم تعملي من ورا ظهري يا بايرة؟ لا تكوني عم لك فجرت ولا فجرت بنص عينك. ماشي يا وصال، راح اعطيكي مهلة مشان تفكري. خلاصك مني بانك تنفذي كل شيء انا قايل لك عليه، ولا رح تركك الشغل وما تعودي تشوفي حبيب القلب بخاطرك. يا ربي دخيل اسمك، كيف بدي اخلص منه لهاد؟ يا الله. اسمعي يا عم زهير، الوضع هلا تغير كثير. أنا قاعد عندك هون بكيفي. كيف يعني؟ يعني أنت شريكتي بالجريمة. انطبق علينا المثل اللي بيقول دافنينه سوا. كلمة واحدة منك، كلمة واحدة شرشرك معي على الحبس وخليكي ما تشوفي الضوء. انت واحد حقير وواطي. وفي شغلة تانية لازم اقول لك اياها، اسمعيها منيح. مين ما بيسألك عني تقولي لهم هذا صهري، وتفهمي بنتك هذا الشيء. بس انت ما معك شيء يثبت اللي عم تقوله.
صح. بس لما هجموا علي شلة الحرامية خدوا لي جزداني، وجزداني كان فيه الأوراق والهوية، واخدوا لي كل مصارية وغوصوني برجلي. صح. هي جزاتي إني ساعدتك. معقول لما عرفت انه بدي ادور على البنت ما عاد بدها تشوفني؟ معقول تكون عم تراقبني وعارفة كل تحركاتي؟ اكيد. ولا ما كانت تركتني بحالي؟ استاذ نزار، شو بدك وصل؟ انا اسفه، ما كان قصدي اني نأذك. لا 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 ولا يهمك، انا بس كنت شارد شوي. بدك شيء؟ قولي. لو على منصور وهو يتصرف معه شو قل له؟ مو ناقصه، ويمكن بعد ازيد الطين بله. ودك منصور ممكن يعمل شي ويخليني اطلع من هون. شو بكي وصال؟ شو في؟ كنت جاية مشان اطمن عليك. انا ما بدي شيء، بدي انت تكوني مرتاحة وبس. اوعى تغيبي عن هالبيت او عن عيوني لحظة. وصال انتبهي علي. عياش، أنا ما دخلني. ما تتركني. شان الله رد علي. أنا بحبك. أنا مو طايقك ولا طايق أسمع صوتك. أنت وأخوك الكلب